السلام عليكم، معاكم منال عبد المنعم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو حابه افكركم يا ريت ما تنسوش اللايك، وكمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم، وكمان تعملي شير لكل فيديو بنزله. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان نصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لينا في كل حاجة بنعملها. يلا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بقى يا بنات هبدأ معاكم في الروتين بتاعي، إن أنا طبعا مليت الغسالة بعد طبعا ما نضفت الشقة وخليتها زي الفل. رحت بقى مالية الغسالة كده مية دافية وابتديت أحط المسحوق، وعندي بقى شوية غسيل عايزة أغسلهم عشان أخلص منهم وأنشرهم، وبعد كده أبتدي أدخل على تجهيز الغدا. هتعملي غدا إيه النهاردة يا منال؟ هعمل غدا سهل كده وسريع، وبصراحة ولادي كانوا عايزين. المهم هنا بقى حطيت الغسيل زي ما انتم شايفين كده، وكنت بقى خلصت الغسيل وشطفته وخليته زي الفل ونشرته زي ما انتم شايفين شويه صغيرين. بس عشان احنا في شتاء ما بحبش بصراحه يبقى عندي غسيل كتير، فاول باول كده بملى الغساله واغسل الغسيل اللي عندي. بس دايما كده سمي الله وصلي على الرسول وانت بتعملي اي حاجه عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصيها بسرعه. خلاص بقى هنا دخلت على المطبخ يا بنات عشان اجهز الغدا. طبعا بقى دي بساريه بنضفها وبخليها زي الفل وبشطفها مره واتنين لحد ما الميه بتاعتها تبقى نظيفه خالص. وطبعا بفتحها زيها زي السمك الكبير على فكره يا بنات، بتتغسل كويس وبتتنضف. وبعد كده بقى هبتدي اعمل لها التتبيله زي ما انتم شايفين: هرسه شطه، توم، كمون، كزبره، ليمون، خل، ملح، شويه كده من الفلفل الاسود، وبقلبهم كويس. وبظبط طبعا الملح بتاعي وابتدي املح بقى البصري. عايزه بقى اقول لكم يا بنات ان البسارية دي جايه لي من الشرقيه. كنت قايله لاختي لاني بصراحه المكان اللي انا قاعده فيه ما فيهوش البسارية او نوع السمك ده. فالمهم قلت لاختي ربنا يا رب يبارك في عمرها ويخلي لها اولادها، اللهم امين يا رب العالمين. فبعتت لي كيلو من البسارية، نضفته بقى وخليته زي الفل وملحته زي ما انتم شايفين كده. بعد طبعا ما تبلت بقى البسارية بتاعتي ركنتها كده شويه عشان تشرب في التتبيله، وعندي هنا كوبايه من الدقيق ومعلقه كده كبيره من النشا، واحط شويه من الملح واقلبهم كويس. وبعد كده بقى هبتدي انزل بالبسارية زي ما انتم شايفين كده. هو يا بنات عندنا بيقولوا عليها بسارية، فيعني مش عارفة بقى في بلاد تانية بيقولوا عليها ايه. المهم ان انا هقلبها زي ما انتم شايفين، وهبتدي بقى اشيلها في شبكة كده عشان طبعا انزل الدقيق الزيادة، وانزل بقى يعني في زيت يكون عندي سخن، وابتدي بقى انزل بيه البسارية. واول ما بتاخد لون ببتدي اقلبها، بيبقى طعمها حلو قوي قوي بصراحة يا بنات. وزي ما انتم شايفين يعني ما خدتش مني اي وقت، على طول كده ملحتها وبتشرب التتبيلة على طول. وبعد كده طبعا بقليها زي ما انتم شايفين كده، واعملي جنبها بقى اي نوع رز. انا بصراحه عملت رز حبه وحبه، وكمان عملت سلطه. المهم بقى يا بنات عملت الرز انا مع نفسي وكمان السلطه، وهنا بقى شايفين اللون بقى حلو ازاي، وبيبقى طعمها حلو قوي، بتبقى مقرمشه كده وبتبقى حلوه قوي قوي. المهم بقى هقلي طبعا الكميه كلها بنفس الطريقه، وبعد كده بقى هبتدي اغرف الاكل. وده كان الغدا بتاعنا، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. غدا كده سهل وسريع وما خدش مني اي وقت، عشان بقى هدخل على المعركه اللي هتشوفوها معايا دلوقتي. كان عندي كمان عصير فراوله وعصير كركديه برضو، قلت كده اقدمه للولاد. وده كان الغدا بتاعنا. ايه رايكم؟ غدا كده سهل وسريع، ربنا يا رب يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. يا بنات كنت بحط على السمك ملح وكمون وكزبره ناشفه، بيدوله طعم حلو قوي. او اول ما تطلعيه كده من الزيت رشي عليه بقى الملح والكمون والكزبره، بيخلي السمك طعمه حلو قوي قوي. المهم بقى اتغدينا الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. وشطبت بقى انا المطبخ مع نفسي وخليته كده زي الفل. وبعد كده بقى دخلت على اللي انتوا شايفينه ده، على ضرفه الخزين. عايزه انضفها كده واخليها زي الفل، وانظمها كده زي ما هتشوفوا دلوقتي، عشان بقى يا بنات مطبخي كده بقى يبقى مستعد لشهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم امين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين احبابي، ربنا يا رب يجعله رمضان سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. قضيت بقى ضرفه الخزين زي ما شفتوا، وبعد كده بقى جبت الاسبونشه وعندي الصابون عليه كده شويه من الكلوريل، وابتديت بقى ارغي كده زي ما انتم شايفين، وهنضف ضرفه الخزين. المطبخ طبعا يعني بقيه المطبخ انا نظفته مع نفسي عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. المهم ان انا خليت المطبخ بتاعي فله شمعه منوره زي ما هتشوفوا دلوقتي. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصيها بسرعه. خلاص بقى بعد ما نضفت المطبخ وخليته زي الفل، طبعا جبت بقى البرطمانات والاكياس دي. عايزه اقول لكم الاكياس دي يا بنات بتبقى عامله كركبه، وانتوا هتشوفوا دلوقتي. يعني شفتوا كده لما فتحت ضرفه الخزين كانت عامله ازاي، ودلوقتي هتشوفوها لما رتبت كل حاجه مكانها.
طبعا بقى الحاجات اللي ناقصاني هخرج اجيبها، عشان انا بصراحه يا بنات في شهر رمضان ما بعرفش اخرج خالص، فان شاء الله هخرج بقى اجيب كل الحاجه اللي ناقصاني، بحيث بقى ان رمضان يجي عليا ان شاء الله تكون كل حاجه موجوده عندي. ربنا يا رب يملى بيوتنا بالخير، اللهم امين يا رب العالمين. كان عندي بقى اكياس شعريه ومكرونه زي ما انتم شايفين كده يا بنات، وكمان رز برضو. حطيت كل حاجه بقى في البرطمان بتاعها. طبعا البرطمانات بتاعتي اللي بتبقى فاضيه بكون غسلاها ومصفياها، يعني بتكون ناشفه، وببتدي بقى احط فيها الحاجه زي ما انتم شايفين كده. كان عندي هنا كمان كيس لسان العصفور برضو، حطيته في برطمان صغير، لان بصراحه انا عندي الولاد يعني مش دايما بيحبوا لسان العصفور، فبيقعد وقت طويل عندي. المهم بقى كان عندي كمان نشا ولبن بودره، وعندي كمان كريم شانتيه خام. هبتدي بقى برضو احطهم في البرطمانات، بحيث ان انتوا شايفين المنظر. لما احطهم بقى في البرطمانات، انا الحاجات دي بحطها في التلاجة، اللي هو الكريم شانتيه والنشا وكمان اللبن البودره، لانهم بيقعدوا وقت طويل عندي، فبحطهم بصراحه في التلاجة. فهحطهم بقى في البرطمانات زي ما هتشوفوا دلوقتي، عشان يبقى برضو التلاجة عندي متنظمه. بصراحه في اليوم ده اتهد حيلي، ولكن كده عايزه اقول لكم خليت المطبخ كده شمعه منوره، والتلاجة بتاعتي منظمه، وكل حاجه كده نظمتها وخليتها زي الفل. المهم كده وانت بتعملي اي حاجه دايما كده سمي الله وصلي على الرسول، عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها، وكمان تخلصيها بسرعه من غير ما تحسي انك تعبتي. البرطمانات دي بقى يا بنات كانت بتاعه الشاي والسكر وكمان البن. بصراحه غسلتهم وقلت احط فيهم اللبن البودره وكمان النشا، واحط فيهم كريم شانتيه خام. وهبتدي دلوقتي بقى احط مكانهم يعني البرطمانات الجديده، احط فيها بقى سكر وبن زي ما هتشوفوا دلوقتي وكمان شاي. المهم بقى ان انا حطيت خلاص اللبن البودره والنشا زي ما انتم شايفين وكمان الكريم شانتيه، وهدخلهم على التلاجة. وطبعا بقى المكرونه والشعريه والحاجات اللي انتم شايفينها دي هبتدي ادخلها على ضرفه الخزين. بعد طبعا ما عبيت بقى العلب بتاعتي، ببتدي برضو امسحها كده، عشان لو في اي تراب ولا في اي حاجه تكون برضو نظيفه وزي الفل. انا نظفت وخليت الدنيا زي الفل، فمش هاجي بقى على حاجه بسيطه كده واسيبها. المهم بقى ان انا مسحت البرطمانات ودخلتها بقى على ضرفه الخزين زي ما هتشوفوا دلوقتي. هنا بقى عندي المفرش ده قسمته كده على المطبخ كله، عشان احس يعني ان انا جددت كده في المطبخ، بعد طبعا ما غسلته ونضفته وخليته زي الفل. المهم بقى ضرفه الخزين زي ما شفتوا نضيفه اهي وزي الفل، وكمان برضو الضرفه اللي فيها الحلل. المهم ان انا خليت المطبخ بتاعي نضيف وزي الفل ومرتب زي ما انتم شايفين كده يا بنات. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول، عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعه. خلاص بقى بعد ما نضفت المطبخ وخليته زي الفل، جبت بقى البخاخ والفوطه، وهبتدي بقى المع الظرف زي ما انتم شايفين كده. البخاخ فيها شويه من الميه وكمان شويه من الكلوريل، وهبتدي بقى المع الظرف زي ما انتم شايفين. لمعت طبعا الظرف بتاعه المطبخ كلها. جبت بقى العلب دي هبتدي احط فيها السكر والشاي وكمان البن، وكنت شاريه علبه لوحدها اللي انا بحط فيها البلح. هبتدي احط فيها البلح، كان عندي يعني كرتونه كده فيها بلح، فقلت بدل ما تاخد مساحه كده في المطبخ او على رخامه المطبخ، لا انا هحطها في العلبه اللي انتم شايفينها دي. المهم بقى العلب دي عايزه اقول لكم حلوه، كنت مورياها ليكم في فيديو قبل كده. كنت جايبه الثلاثه اللي هم غطاهم لون واحد، كنت جايباهم في علبه لوحدهم، لكن الواحده اللي انا حطيت فيها البلح دي كنت جايباها في علبه لوحدها، يعني كانت بتتباع لوحدها بس. المهم ان انا حطيت طبعا السكر الشاي البن. كان عندي بقى اكياس بن، كل كيس فيه حبه، فقلت بقى احطهم كده في البرطمان زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم كمان يا بنات ان البرطمانات دي انا لما شلتها من الكرتون غسلتها ونشفتها كويس جدا جدا. خلاص بقى رصيت كل حاجه، وهبتدي برضو انشف كده البرطمانات بتاعتي واخليها زي الفل. وبعد كده بقى هبتدي ادخل على التوابل. كنت برضو شاريه توابل، وقلت لكم برضو الخزين رمضان. هبتدي بقى ارص دلوقتي برضو طقم التوابل كده، عشان برضو يبقى جاهز عندي. الحاجات دي بصراحه لما بعملها بتريحني بقى طول شهر رمضان. ربنا يا رب يجعله رمضان سعيد علينا وعلى الامه الاسلاميه، اللهم امين يا رب العالمين. بقى البرطمانات الفاضيه دي كانت مغسوله ونضيفه وزي الفل. هبتدي بقى افضي من البرطمانات الكبيره، والتوابل بقى اللي في الكيس دي هبتدي افضيها في البرطمانات الكبيره. التوابل انا بحطها في التلاجة بصراحه يا بنات، شتاء او صيف. ليه؟ اولا بحطها في الشتاء ليه؟ ينفع طبعا احطها على رخامه المطبخ، ولكن انا بصراحه ما بحبش الرخامه تبقى مكركبه. انا كده كده عندي الرف اللي في التلاجة اللي هو اخر رف فاضي مش حاطه فيه حاجه، فبحط بصراحه طقم التوابل زي ما انتم شايفين. وكمان لما بيكون بقى عندي توابل في كيس ببتدي احطها في درج التلاجة. هنا بقى هرص طبعا، كان عندي كمون كزبره ناشفه فلفل اسود بابريكا. المهم ان انا هرصهم في البرطمانات، والكيس بقى هبتدي اطلع فيه التوابل اللي انتم شايفينها دي، واملى بقى البرطمانات اللي انا فضيتها. انا بقى بفضي التوابل اللي كانت في الاكياس، كانت برضو فلفل اسود بابريكا كمون كزبره، وكان عندي كمان حبهان، وكنت كمان جايبه توابل فراخ. يعني بصراحه بحب اجيب الحاجات اللي تكون بحتاجها، مش الحاجه اللي ملهاش لازمه. يعني انا عارفه ان الحاجات دي هستعملها ببتدي اجيبها. هحطها بقى في البرطمانات وابتدي امسح البرطمانات برضو وارجع كل حاجه مكانها، عشان طبعا انا عندي بقى المطبخ نظيف وكمان التلاجة نظيفه. فكل حاجه كده لما بحطها مكانها تحسي بقى انك نظفتي كده، وتحسي ان الحاجه كده شكلها حلو ورايق.
عايزه بقى يا بنات اشكركم على الكلام الطيب اللي بتكتبوه لي في الكومنتات. ربنا يا رب يكبر بخاطركم ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. بجد كلام بيفرحني وبيكبر خاطري. ربنا يخليكم ليا، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اشكر كمان اخواتي اللي دخلوا لي جداد على القناه. ربنا يا رب يخليكم ليا، وشكرا جدا جدا على الكلام الطيب اللي بتكتبوه لي في الكومنتات حبايب قلبي. ربنا يا رب يديمكم في حياتي ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله ودايما كده مع بعض، ويا رب تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات اللي بنزلها، بتشجعكم كده وبتحفزكم وبتستفيدوا منها. وعايزه بقى اقول للامارات اللي بيتفرجوا على الفيديو ولسه ما اشتركوش في القناه، يلا بسرعه بقى انضم لعيلتنا الجميله المحترمه عشان تكبر كده بيكم وتفرحوني. ربنا يا رب يديمكم في حياتي ويخليكم ليا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. بحبكم في الله. انا بقى رصيت التوابل زي ما شفتوا يا بنات، ومسحت بقى كل حاجه، واول باول كده بمسح الرخامه عشان برضو الرخامه بتاعتي تفضل نظيفه وزي الفل زي ما انتم شايفين كده. بس دايما كده وانت بتعملي اي حاجه سمي الله وصلي على الرسول عشان ربنا يبارك لك في كل حاجه بتعمليها وكمان تخلصيها بسرعه. شايفين بقى يا بنات النظام حلو ازاي؟ رصيت كل حاجه، وكمان دي ملاحه بحط فيها ملح وفلفل، والملاحه التانيه بحط فيها ملح وكمون. جبت برضو العلبه بتاعت الزيت، حطيت فيها زيت لانها كانت فاضيه، كانت مغسوله ونضيفه وزي الفل هي طبعا، وعلبه الخل. المهم ان انا مليتهم وكده برضو نظمت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده يا بنات. بقى بدخل الحاجه اللي محتاجه ان هي تدخل التلاجة. جبت برضو المنظمات دي اللي فيها بقى البيكنج باودر وفيها الفانيليا، برضو قلت امسحهم كده وانظم فيها الحاجه واشوف برضو عندي ايه ومحتاجه ايه عشان لما اخرج ابتدي اجيب. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده يا بنات رصيت كل حاجه ونظمت كل حاجه، وهرجع بقى كل حاجه كده يعني بنظافه بترتيب عشان حاجتي تبقى نظيفه وزي الفل. خلاص بقى رصينا كل حاجه مكانها. بعد كده بقى هدخل على تنظيف الفرن. الفرن بصراحه زي ما انتم شايفين كده يا بنات كان محتاج ان هو يتنضف. هنا بقى كنت بوريكم مزيل الدهون اللي انا كنت جايباه، كنت اول مره استعمله. الازازه دي يا بنات مكتوب عليها للمطبخ، يعني بتمسحي بيها الرخامه الظرف بتاعه المطبخ، لكن اللي انا بوريها لكم دلوقتي دي بقى للدهون. وعايزه اقول لكم عجبني جدا جدا. طبعا التعليمات بتاعته مكتوبه على العلبه. انا رشيته كده في الفرن وهسيبه بقى على ما انضف الرخامه زي ما هتشوفوا دلوقتي. شلت بقى كل حاجه كده من على الرخامه، وكمان شلت المفرش عشان هغيره، وجبت بقى الفوطه والبخاخ وهبتدي بقى المع كده الرخامه. وزي ما قلت لكم المنظف ده يا بنات ينفع تمسحي بيه الازاز ظرف المطبخ الرخامه زي ما انتم شايفين كده. نضفت بقى الرخامه بتاعتي وخليتها زي الفل، وجبت المفرش ده. المفرش ده بتاع رمضان كان موجود عندي، وهبتدي بقى اجيب المنظم واحط عليه بقى السكر والشاي زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم خليت المطبخ كده فله شمعه منوره ونضيف كده وزي الفل. مسحت كمان التربو، والتربو برده من جوه نضيف وزي الفل. خلاص بقى نضفت الرخامه ورصيتها كده زي ما شفتوا يا بنات. بعد كده بقى رجعت للفرن، طبعا جبت سلكه وجبت شويه صابون مواعين وعليهم شويه ميه سخنين، وهبتدي بقى ادعك الفرن. عايزه اقول لكم كان بصراحه مليان دهون، ولكن بقى المنظف ده خلاه نضيف وزي الفل زي ما هتشوفوا دلوقتي. فين بقى يا بنات ايه رايكم؟ خليت الفرن كده بيبرق زي ما انتم شايفين. طبعا لازم انشفه كويس جدا جدا، وبعد كده بقى هبتدي ارجعه مكانه. خلاص بقى نشفت الفرن من جوه زي ما انتم شايفين كده وخليته زي الفل. هبتدي بقى امسحه برده من بره، والشبكه كمان اللي بتبقى جوه الفرن برده غسلتها ونضفتها وخليتها زي الفل. خلاص بقى نشفت الفرن وخليته زي الفل. هبتدي بقى ارجعه مكانه، وجبت بقى الموب. قلت بقى كمان امسح برده السيراميك كده زي ما هتشوفوا. حطيت طبعا الموب بتاعتي في ميه سخنه وشويه كلوريل، وقلت بقى امسح السيراميك هو كمان. انا يعني نضفت المطبخ كله، يعني جت على السيراميك قلت هو مش هياخد اي وقت، نضفته. وطبعا عشان ايدي فيه على طول بيبقى نضيفه زي الفل، ما بيتعبنيش بصراحه لما باجي انضفه. المهم طبعا زي ما قلت لكم الموب كان فيها ميه سخنه ومعصوره وشويه كده من الكلوريل، وابتديت بقى انضف السيراميك زي ما انتم شايفين كده، خليته فله شمعه منوره. خلاص بقى مسحت كل حاجه في المطبخ. همسح كمان الارضيه بتاعه المطبخ، وبرده حطيت كلوريل زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم حلو قوي يا بنات وبيلمع. بعد كده بقى فرشت السجاده دي. طبعا السجاده دي كانت في اوضه الولاد، وقلت لكم ان انا خلاص يعني هستغنى عنها واحطها في المطبخ. هنا بقى الشكل النهائي للمطبخ. عايزه طبعا رايكم عشان رايكم بيهمني جدا جدا. ربنا يا رب يديمكم في حياتي اجمل واحلى اخوات في الدنيا ويخليكم ليا، اللهم امين يا رب العالمين. شايفين بقى يا بنات الجمال ايه رايكم؟ طبعا بقى رصيت كل حاجه مكانها. انا بصراحه يا بنات بحب الرخامات تكون فاضيه عندي، مش بحب احط عليها حاجات كتير. الفرن كمان حطيت عليه العياشه دي وحطيت عليها فرع النور زي ما انتم شايفين كده. مسحت برده التلاجة بتاعتي وخليتها زي الفل، وكمان برده البوتاجاز مسحته ولمعته وخليته زي الفل، وكمان الصفايه والرخامه. المهم ان انا خليت المطبخ شمعه منوره زي ما انتم شايفين كده يا بنات. عندي بقى يا بنات شويه كده مشتريات بساط، حبيت برضو اوريهم ليكم واقول لكم كمان برضو على الاسعار. المهم بقى ما تنسوش طبعا رايكم في الفيديو عشان رايكم بيهمني جدا جدا. هنا بقى كنت جايبه ايه؟ كنت جايبه يعني شويه حاجات كده كنت بره ولقيتهم بصراحه عجبوني، وكنت كمان برضو محتاجاها. انا اللهم لك الحمد ما بجيبش حاجه تكون ملهاش لازمه. اول حاجه جبتها جبت الحصاله دي، عشان طبعا لما فتحت الحصاله معاكم وقلت لكم ان شاء الله هجدد كده شقتي بيها، لما اخرج بقى اجيب واحده، فجبت دي مكانها.
وجبت كمان الموب دي يا بنات كانت ب25 جنيه، وكمان الحصالة كانت ب15 جنيه، وجبت كمان المنظمات دي كانت ب35 جنيه. المنظمات دي حلوة بصراحة، ممكن ارص فيها حاجة على التسريحة او احطها برضو في التلاجة، المهم يعني ان ليها استخدامات كتير. جبت كمان الصينية الحلوة دي كانت ب20 جنيه، وجبت كمان ورق الحائط ده عشان يعني لو حبيت اغير الورق اللي انا حطاه على السيراميك يكون برضو الورق موجود عندي. دي الورقة دي اتنين، يعني اتنين فرخ كده ب75 جنيه. ودي كانت المشتريات بتاعتي. ولحد هنا احبابي الفيديو بتاعي هيكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش كمان تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا الجرس عشان كل جديد اعمله يوصلكم. وما تنسوش بقى الكلام الحلو اللي بتكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم في الله، اجمل واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي ويخليكم ليا، اللهم امين يا رب العالمين. لاني طبعا جبت الحصاله فقلت بقى ابتدي افتحها كده واحط فيها. بصراحه كان في المحفظه بتاعتي كان 50 جنيه، رحت حطاها كده وقلت ان شاء الله ربنا يا رب يجعل وش الحصاله دي حلوه كده واملاها، وبرده نجدد بيها ان شاء الله. المهم فكره الحصاله يا بنات حلوه قوي قوي، جربوها ان شاء الله هتعجبكم لو انتوا حابين تجددوا اي حاجه في شقتكم. ما تنسوش بقى احبابي رايكم في الفيديو، عشان طبعا رايكم بيهمني جدا جدا. كنت معاكم منال عبد المنعم، سلام عليكم.